خلصنا الأسرة الأولى والتانية، قلنا نفكركم بأهم حاجة، أو بلاش أهم حاجة، لا احنا هنقول لكم اللي حصل فيهم كان كالتالي. أول حاجة ابتدت الأسرة الأولى بتوحيد القطرين، وكان القائد بتاعنا مينا وموحد القطرين أو نعرمر. بس كانت المشكلة بتاعت الأسرة الأولى والتانية عامة، اللي كان تقريبا ممكن يكون ملك واحد هو اللي ظاهر أو ملكين على حد أقصى بالنسبة للأسرة كاملة، وبقية الآثار بتاعتها مختفية تماما. أسماء الملوك ما كانتش بتنحط داخل خراطيش بالنسبة للأسرة الأولى والتانية كاملة، كانوا دايما بيحط الاسم بتاع الملك بتاعهم داخل حاجة اسمها السرخ أو واجهة القصر، وكان ساعتها بنحط فوق منها الصقر حورس، واجهة قصر كده بنحط فيها الاسم فقط لا غير، لكن ما كانش فيها خراطيش. ابتدت الملوك دي تنكتب اسمها في خراطيش في الحاجات اللي ابتدت تظهر بعد كده، زي قائمة سقارة، قائمة أبيدوس، قائمة مانيتون، بردية تورين. دول كتبوا أسامي الملوك ديت في خراطيش، لكن هم ما كتبوهاش. الأسرة ديت أسست أول عاصمة لمصر، كان ساعتها اسمها منف أو إنب حج، اللي هي مدينة الجدار الأبيض، الجدار الأبيض زي ما بقول كده. وابتدت الدنيا تمشي على كده، وابتدت ساعتها يتعمل. بس كان بقى مشكلتهم بقى بالنسبة لبتوع الآثار حاجة في منتهى الخطورة. يبص يلاقي المقبرة في مقبرتين للملك الواحد، مقبرة موجودة في أبيدوس في أم الجعاب، ومقبرة تانية موجودة في قلب منف. طب أنهي فيهم الأصلية؟ أنهي فيهم اللي مثلا بتبقى منظر بس، والتانية هي اللي فيها جثة الملك فعلا؟ ما عرفوش. والأسرة ديت برضو كانت مميزات العمارة بتاعتها، اللي هم ما بنوش لحد دلوقتي هرم، كانوا بيدفنوا الميت داخل المصطبة. اسمها المصطبة. كانوا بيحطوا الملك في قلب المصطبة، ويبتدوا يحطوا حوالي اوضتين او ثلاثة للخدمات، ويتعاملوا على كده، والدنيا مشيت. فكانت المصاطب هي الشائعة في المقابر، ما كانوش لسه وصلوا للأهرامات. الملوك ديت كانت اهم حاجه كانوا بيحاولوا يحافظوا عليها ان مصر تكون واحده، ما ينفعش يكون في شتات ما بين الشمال والجنوب ايا كانت الطريقه. والمشكله كمان الكبيره اللي كان الانتقال ما بين الاسره الاولى والثانيه كان ماشي سلس خالص، كانهم كلهم من نسل واحد. لكن كل علماء الاثار، او بلاش علماء الاثار، الفراعنه ذات نفسهم كانوا بيسموا الاسره الاولى اولى والثانيه ثانيه. زي مين اللي قال كده بقى؟ مانيتون حطها كده، وبرضه برديه ابودوس عمل الاسره الاولى كذا والثانيه كذا. لكن الانتقال ما بين الاخر واحد لاول واحد محدش عارف، بس يمكن قامت شويه صراعات وبعد كده ابتدت الدنيا تستقر. الملمح برضو اللي كان قوي شويتين، اللي هم لقوا في الأسرة التانية واحد اسمه نبرع، اللي هو ظهر اسم رع، اللي هو قرص الشمس ابتدى يظهر في أول اسم ملك يلاقوه، لكن بعد كده ابتدى يظهر كتير خالص، ولحد كده الدنيا خلصت. ولو أول مرة تشوفوا ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة إذا اتكرمت، وأشوفكم بقى في عصر بناة الأهرام.